معكم اليوم عندنا اخبار صادمه من داخل الكافو، بالضبط من سمير صباح عضو اللجنه التنفيذيه ديال الاتحاد الافريقي اللي خرج واعتذر من المغرب وضرب في الكاف وقال بانه الناس اللي كيتخذوا القرار داخل الاتحاد الافريقي وما بقاوش خدامين بواحد الشكل رسمي. فنقرا عليكم الاعتذار اللي خرج به المغرب: اناشد الاتحاد المغربي لكره القدم ان يسامحنا على الظلم الذي لحق بهم. لم تحترم القواعد كما ينبغي في هذه المباراه، لقد طلبت منهم. من الواضح انه بعد مغادره المنتخب السنغالي للملعب كان يجب معاقبة اللاعبين السنغاليين بإشعار بطاقة صفراء. لا أقول إنه لا ينبغي لنا منح الكأس للسنغال، ما حدث قد حدث بالفعل ولا يمكننا تغييره، لكن علينا أن نتجاوز خلافاتنا ونقر بأن ظلما قد وقع على المنتخب المغربي بعد مراجعة لوائح البطولة. أنا متأكد من صحة موقفي. وقال أيضا: لا أعتقد أن الأمين العام مخول قانونيا لاتخاذ القرارات أو توقيع أي وثيقة. أناشد الرئيس تصحيح هذا الوضع، علينا احترام القوانين. أعتقد أن الأمر واضح في هذه المسألة ويجب اتخاذ هذا القرار بإخلاء موسين كومبا لمنصبه لضمان حصولنا في أقرب وقت ممكن على أمين عام كامل الصلاحيات. وملي سولو باتريس مونتسيبي الأمين العام في الاجتماع اللي كان في دار السلام في تنزانيا: نتعامل مع هذه الأمور ليس فقط وفقا للقانون بل أيضا وفقا للحكومة. واللي في الغالب كنشوف بلي راه باتريس مونتسيبي مغلوب على الأمر ديالو، ماشي هو اللي كيتحكم، بل كاين جهات أخرى. واللي كيدعم هذه الهضرة أنه سوف قال: باتريس مونتسيبي جيد جدا، هذا رأيي الشخصي، لكن الأمور لا تسير على ما يرام. هناك بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل. الأخير اللي كان غائب على الاجتماع اللي كان في دار السلام اللي غاب بسبب ظرف عائلي، وقال: لو كنت حاضرا لكنت قد عبرت عن رأيي بوضوح لأعلم الجميع بما فيهم الرئيس أنني لا أوافق على وجود السيد موسينغو في الاجتماع. فكما كان باين على أن الكاف فيها التخلويض وكيدوروها بيناتهم، وكما قلت في حلقة سابقة نركزوا على كأس العالم، كأس العرب، أولمبياد، وما نعطيوش اهتمام كبير لهذه البطولة.